السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس، حبايبنا في كل العالم كله. اصحاب برج القوس، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. العام الجديد دوت يكون بادي بالخير وبالسعادة بأمر الله. والنهاردة اهوت يعني 4، فاحنا لسه في بداية يناير، وان شاء الله يناير فيه الخير وفيه السعد كله بأمر الله، ونقول كلنا يا رب. وقبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس حبايبنا، بفكركم باللايك يا حبايبي علشان قناتكم الجميلة، قناة المميزة، قناة برج القوس. إن شاء الله يعني تتفاعلوا معاها بالكومنتات الجميلة وباللايك، وتشيروا الفيديو حبايبي، وتشاهدوا الإعلانات للآخر عشان قناتكم الجميلة برج القوس. بشكركم كتير جدا على الكومنتات الجميلة، وأتمنى لأصحاب برج القوس كلهم الخير والسعادة، وإن شاء الله يكون عندكم أمل كبير في الله أولا، ثم في نفسكم أنتم، إن أنتم لازم يكون عندكم أمل في كل شيء. هنشوف مع بعض كده يا حبايبي توقعات، أتمنى أنها تكون إيجابية وفي نفس الوقت خفيفة على قلبكم الطيب الجميل. أصحاب برج القوس، في حد من برج القوس، سواء القراءة للرجل أو المرأة، أنت مراهن أنت مراهن على شيء، مراهن على الشيء دوت مع 3 أشخاص. في 3 أشخاص أنت مراهن معاهم على شيء، ونفسك إن أنت تكسب الرهان ده. طيب، أنت فعلا هتكسب إن شاء الله، هتكسب الرهان ده، وهتكون فرحان جدا ان انت كسبت فعلا الرهان، وهتكون يعني في مواجهة بعد الرهان ده، هيكون عندك مواجهة. في مبلغ مادي عالي جدا جايلك، والله جاي لكم مبلغ حلو جدا، يعني سبحان الله تتعجبوا عليه. انت الايام ديت، ويمكن خصوصا بقالك ال4 ايام دولت اللي هما يناير، بتتابع في شيء، بتتابع على حاجة على الانترنت، بتتابع على مثلا بورصة، ومترقب شيء حدوثه. يعني انت مترقب شيء مهم جدا ومهم، يعني لدرجة ان هو هينقلك نقلة تانية خالص لحياتك اللي جاية كلها. فانت مترقب شيء، بتراقب شيء، وبتترقب وانت كمان يعني يعني متوتر كمان. فيا ريت ان انت تبقى هادي عن كده، ويعني خلي اعصابك، وخلي حمولك على ربنا، وكل شيء طبعا مقدر عند الله ومكتوب عند ربنا قبل اي شيء. هو مكتوب لك عند ربنا، فانت لازم هتشوفه. عندكم تجمع عائلي جميل جدا جدا، يعني بتطفوا عليه البسمة كده، وتلاقوا ان انتم يعني سعداء، انتوا سعداء الايام ديت، بتجمع عائلي عندك. يمكن تكون أبناء مثلا، أخوة، أصدقاء ممكن كمان. بس أنت فرحان من جواك، أنت بتحب تسعد الناس، بتحب تسعد الآخرين. والله كل ده في ميزان حسناتك أولا، ثم ربنا هيكرمك كرم كبير جدا، ان انت بتسعد الاخرين وانت كمان ناسي نفسك. بس المهم ابتسامة اللي قدامك بتبقى انت سعيد بيها جدا جدا. اصحاب برج القوس فعلا ناس طيبين، فعلا ناس مش بتشيل في قلبها السواد والكره والكلام ده، حتى لو اتظلمت، حتى لو فبترمي كل شيء على الله،
وبترمي حمولها على الله. ويعني عشان كده ربنا فعلا هيكرمكم كرم جميل جدا جدا، يعني الفترة الجاية بأمر الله، وهتكون إن شاء الله بداية عام سعيد إن شاء الله. بأمر الله هتصلكم ورقة مهمة جدا جدا انت يمكن منتظرها، يمكن تيجي على يد حد. بس عايزين نبدأ، عايزين نشوف الاسم دوت هيبدأ بحروف ايه، بس عشان تبقوا واخدين بالكم من القراءة. ان شاء الله اللي هيجيب لك الورقة المهمة ديت او الخبر الحلو ده يمكن حروفه مثلا تكون ألف، ومعانا حرف الألف ومعانا حرف السين إن شاء الله. ممكن كمان الفترة الجاية حصولك على إرث، يعني ميراث كان طال انتظاره، بس ورا الإرث دوت أو الميراث دوت في انتصارة حلوة جدا على أعدائك. يمكن أنت كمان إن شاء الله هتكون السبب في حبسهم بأمر الله. إن شاء الله هتكون السبب في حبسهم، لأن هم ظلموك ظلم بين، ظلم شديد. تعبوك جدا جدا وألموك ويخلوك حزين لفترة كبيرة جدا. إن شاء الله تعالى بأمر الله هيكون حبسهم على إيدك بأمر الله بذنبهم، لأنك أنت ما انتش ظالم، ولكن هم اللي ظلموك سنين طويلة. وربك بأمر الله، ربك إن شاء الله إن شاء الله مش هيسيبك بأمر الله. نفسك في التجديد هيكون عندك قريب إن شاء الله. هتجدد شيء حلو جدا، شيء أنت نفسك فيه. هتجهز شنطتك، عندكوا تجهيز لشنط، عشان انت بأمر الله هتسافر بلد كبيرة بعيدة، بلد كبيرة. يعني انت ما انتش يمكن مش هتصدق نفسك لما يجيلك الخبر ان انت هتسافر البلد ديت او الدولة دي. فانت رايح علشان شيء، انت رايح علشان شيء كبير. ربنا يا رب يفرحك ويفرح قلبك، وان شاء الله تتحصل على الشيء ده. في بعض من أصحاب برج القوس ما بيمسكوش يعني نفسهم كده، أعصابهم ساعة الغضب. يعني في شيء هيحصل هيغضبك شوية، بس يا ريت تتمالك أعصابك. يا ريت إن أنت ما تبقاش فيه مشادة كلامية، لأن هيبقى فيه مواجهة. فبلاش إن أنت يعني تجيب اللي عندك كله كده مرة واحدة، لأ. خليك رزين، خليك تقيل زي ما انت يا برج القوس. لان انت يعني كلمتك غالية، كلمتك غالية، انك انت مش بتتكلم كتير، انت مش بتتكلم كتير. فلما تيجي تتكلم خلي كلمتك بتبقى غالية لها حساب. يعني تمسك نفسك وقت الغضب. وكمان عايزاكم الفترة الجاية تكونوا عندكم يعني ايه، خليك كتوم، خليك كتوم، لانك ان شاء الله في العام دوت جايلك خير، جايلك خير. بس داري على شمعتك علشان تقيد يا برج القوس. شيء مهم جدا انت هتعرفه قريب ان شاء الله، شيء مهم انت هتعرفه. يمكن حد هو اللي هيقوله لك، او يمكن انت اللي تسعى للشيء ده. السعادة هتكون من نصيبك يا برج القوس. ويمكن في حوالة اتأخرت عليكم، بس هتجيلكم وتوصلكم إن شاء الله. في كمان يمكن سنة 2023 أكون في خبر عن حمل بعد انتظار بأمر الله. كمان عندكم يمكن رحلة بسيطة كده، ممكن تكون مثلا مدتها 7-8 أيام. رحلة مع أصدقاء، وانت بترتب لها من فترة كده، وخلاص انت هتروح الرحلة ديت. بس يا ريت اوراقك تكون معاك، لانك انت ممكن تنسى شيء من كارنيهاتك او يعني فيزاتك او حاجة زي كده. يا ريت ان انت ترتب نفسك كويس جدا قبل الرحلة دي.
أصحاب برج القوس حبايبي، أتمنى لكم كل الخير وكل السعادة. أتمنى اللايك يا حبايب قلبي، متنسوش اللايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وأصدقائكم ومشاهدة الفيديو. وقناة برج القوس دايما دايما بتحب أصحاب برج القوس وبتقدم لكم كل جديد إن شاء الله. بحبكم جدا جدا.